ولأن هذا الدستور تعمد وصوت لإسقاط ذكر ثورة 17 ديسمبر، فأنا أقول لشعب تونس هذا الدستور إذن، سامحوني نقول لكم العبارة، ولد حرام. هذا الدستور حشاكم وحاشا السامعين ولد حرام، مدام ما هوش متشرف بأمه حشاكم كبول. رأي سياسي، ها، واللي يحب يخالفني ولا يناقشني فيه تستدعي التلفزة الوطنية ونتناقش معه، وما عنديش مانع. حتى هنا انتم قلتوا المستقلة، قلتوا حد ما يسمعها في تونس، فلذلك ما تتعبوش ارواحكم. بس اذا كانت اي واحد يغضب من كلامي هذا، انا اطلب مناظرة في القناة الوطنية الاولى او الثانية او الاذاعة الوطنية. انا رأيي ان هذا الدستور لانه رفض ان يذكر ثورة 17 ديسمبر فهو دستور كبول باستر، باختصار لقيط، ما عندوش مالي وما عندوش لا اب لا ام، هو رفض. تخيلوا واحد يقول شكون بيك ولا شكون امك، يقول ينكر خلاص، ما باستر بالانجليزيه يعني بالتونسي كبول حشاكم، يعني لقيط، خلاص السلام عليكم. هذا دستور لقيط يرفض ان يعترف بامه وابيه وامه وابوه ثوره 17 ديسمبر. ولهذا انا اكرر التحيه لنواب تيار المحبه الذين قالوا نبرأ الى الله والشعب من هذا الدستور، وجعلوا من اسباب انسحابهم رفض المجلس التأسيسي لذكر أبي الثورة وأمها ثورة 17 ديسمبر.